الجزائري، ما كاين حتى جيش جزائري، كاين جيش تحت راية الإسلام هنا في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. أسألك كم عمرك؟ 23. 23. من أجل ذلك أنت تتحمس وتعيش في الأوهام. كيف يمكنكم أن تصلوا إلى فلسطين وتجاهدوا وتقاتلوا اليهود؟ هل تطيرون أم تمرون على الأرض؟ قل لي واحدة من اثنتين. بالك قال لك وين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ أنا نسأل فيك أنت، أنا تسموش أنا أقول لك حتى عن الجواب. أنا أجبتك بأنه لا جهاد الآن. الآن الجهاد هو جهاد النفس، ولكن لا أريد من إخواننا المسلمين في الجزائر أو في غير الجزائر أن يعيشوا في الأوهام وفي الخيالات، وتقول عندكم كذا مليون مسلم وأنهم سيجاهدون في سبيل الله ويصلون إلى فلسطين. فإذا سئل أحدهم من المتحمسين مثلك كيف تصلون إلى فلسطين؟ أتمشون على الأرض أم تطيرون في الهواء؟ ولعل الله سخر لكم بساط الريح الذي خصه الله لسليمان عليه السلام، فلما أضعك أمام الواقع تطير الأحلام وتتبخر وتصطدم مع الواقع، فترجع لتقول نحن نسأل أهل الذكر. أهل الذكر قالوا لكم لا جهاد الآن، لأن الجهاد يتطلب إلى استعدادات، أولها الاستعداد الإيماني، ثم بعد ذلك الاستعداد المادي. أما أنك تقول في كذا مليون مسلم في الجزائر، وهؤلاء الملايين من المسلمين محاربين من كل ناحية وصوب من الدولة ومن الأحزاب الأخرى، ثم تتخيلون أنكم تصلون إلى فلسطين، فهل فكرت كيف تصلون إلى فلسطين؟ وبينكم وبين فلسطين ما هو أقسى عليكم وأصعب من سد ذي القرنين؟ هل فكرت في هذه النقطة؟ هذه المسألة سئلتها من قبل من غيرك من الجزائريين، فعلمت أنكم طيبو القلوب، ولكنكم لا تنظرون بنظر الشرع والعقل معا. لعلك فهمت الجواب الآن؟ فهمتك بالأحسن يا شيخ، فهمتك أحسن وشكرا قاعدين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا ما عندناش علماء كبار ولا اللي يفتوا على بها الناس. أنا في الجزائر تخصي واحد يهضر هكذا، واحد يعلن الجهاد، واحد ما يعلن الجهاد. أنا شخصيا أنا حبيت نسقسيك يا شيخ منك كثير هكذا من عند. أنا أقول لك جزاك الله خيرا، لكن لا تعيش في العواطف الهوجاء، وإنما كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ. والسلام عليكم. شيء مؤسف والله يا الجماعة هذول الطيبين. كيف؟ يخرب بيت المنافقين. رايح المؤتمر. نعم راح عن صدام الله المستعان. هو مكفر من ايام الشيعه. هو هذا